هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم راح نسوي لكم تمن الباقلة او تمن الفول الاخضر. عندنا هنا تمن بسمتي غسلناه ونقعناه ونشفناه من مية، وعندنا هاي الباقلة او الفول الاخضر تفلسوه وجهين بهاي الطريقة وبهاي الصورة. واللي يميز هاي الاكلة هو الشبنت. اذا عندكم جاهز وتازة تقدرون، إذا ما عندكم أنا دائما أثرمه وأخليه بالفريزر ساعة الساعة يفيدني. فهذا مجمد اللي استخدمته. وعندنا شوية بصل ثرمناه ناعم، وعندنا ملح وشوية كركم. والكركم طبعا حبايبي هو اختياري، بس أنا دائما أخليه ويا تمن الباقلة شوية كركم ينطي طعم طيب، والاختيار لكم حبايب. جبنا جدرية وخليناها على النار، خلينا بيها زيت. بعد ما حمى الزيت ضفنا البصل حتى يبدي يحمر. عندنا ما نريده يحمر كلش، يعني يشقر نقول عليه. طبعا حبايب قلبي هاي الأكلة تفيد للنباتيين اللي ما يحبون اللحوم، وبنفس الوقت يعني تعرفون هسه حسب الظروف، يعني الناس مرات مثلا ما متواجد اللحم الدجاج بالبيت، أقدر أسوي تمن باقلة، أخليه بصفة شوية لبن، شوية زلاطة أو سلطة حسب ما يقولون إخوتنا العرب، وناكلها. وأكلة كلش طيبة وما تكلف هواية حبايب، وأكلة مشهورة عندنا إحنا بالعراق. هسه إحنا مثل ما شفتوا قلبنا البصل لحد ما ننتظر لونه يبدي يشقر. الحياة بسيطة حبايب، إحنا يعني نحاول أم البيت تمشي أمور البيت حسب المتوفر والموجود وحسب الظروف. هنا بدأ عندنا البصل يشقر أو يحمر، ذبينا هسه نزلنا الشبنت ونبدي نحمسه. كل ما يحمس زايد كل ما ينطي نكهة وريحة بعد أطيب وأطيب. إحنا عندنا الشبنت دائما يتوفر بالشتاء، ما متوفر بالصيف، فنجيب كميات ونغسله ونثرمه ونخليه بالفريزر ساعة الساعة يفيدنا. من نحتاجه مثلا نضيفه للدولمة، نسوي تمن باقلة، نلقاه جوا ايدينا متوفر وموجود. أكثر العراقيين يحبون هاي الأكلة أو هذا النوع من التمن. وهنا عندنا حبايب بعد ما حمس البصل والشبنت، طبعا الشبنت هنا ينزل مية، فننتظر يذب المي مالته كله وينشف ويحمس زين. يلا ننزل الباقلة أو الباقلة أو الفول الأخضر، كل من حسب ما يسميها. إحنا هنا نبدي نحمسها زين، والتمن إحنا خاسلي ومنقعيه فد نص ساعة ومصفيه من مية ومجهزيه يمنا. بس تحمس المواد بصورة صحيحة ننزل التمن أو الرز عليها. بعد ما حمست المواد كلها نزلنا التمن، راح نقلبه شوية ونضيف طبعا الملح والكركم، نقلبهم كلهم سوية بهاي الصورة حبايب. شوفوا نسبة الباقلة تقريبا للتمن مساوية، يعني خلوا الباقلة زايد شوية حبايب، لأن هي هاي الأكلة لازم تظهر بيها الباقلة والشبنت، يعني كثروا من الباقلة ومن الشبنت حتى يصير طعم التمن كلش طيب. بعد ما حمسناه هنا ضفنا المي المغلي، لازم يا دوب احنا نقول يغطيه، ما نريد هواية، يعني ما نريد حتى لا يصير كلش لين التمن، لأن احنا أصلا التمن خاسليه ومنقعيه، فماكو داعي نخلي مي زايد. طبعا الملح تذوقوه تشوفون، يعني حسب الرغبة الملح حبايب، ذوقوا شوفوا. إذا يعني معوز شوية أخلي شوية ملح، دائما خلوا ملح قليل وبعدين ذوقوا وشوفوا، لا تستعجلون وتخلون كمية ملح هواية وبعدين يطلع مالح. هسه احنا خلص راح نغطيه ونخليه على الماء يبدي ينشف مية ويتهدر. بعد ما نشف مية وتركناه يتهدر على نار هادية، شوفوا حبايب شلون التمن ما شاء الله تمن نثري، وكل حباية بحباية تيخبل.
وما أقول لكم على الريحة اللي ترست المطبخ وترست البيت، ريحة الشبنت ماكو أطيب منها. وبهاي الصورة حبايب قدمنا ويا اللبن الزبادي مثل ما تشوفون، أو تردون تسوون سلطة وياه حسب ما يعجبكم حبايب. بهاي الصورة طلع ويانا التمن، والطعم بعد ما ضقته ما أقول لكم الطعم شلونه، يخبل حبايب. جربوا إن شاء الله راح يعجبكم، شاركوا ويا حبايبكم، لا تنسوني بتعليقاتكم الحلوة، ودائما اذكروني بالطيب وادعوا لي بالخير، وربي يحفظكم وين ما تكونون، وأشكركم على كل شيء وعلى حسن المتابعة، وربي يحفظكم جميعا حبايب. باي باي.